السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم معانا في حلقه جديده من حلقات سحر العطور. ده بقى بالفيجوال هوك اللي بيقولوا عليه، بس ده مش مجرد فيجوال هوك، لان التجربه او العطر اللي هنتكلم عنه النهارده اسمه اكسبيرمنتم كروشس، اللي هي معناها بالانجليزي ذا كريتيكال اكسبيرمنت بتاعه نيوتن. ودي كانت تجربه او معناها التجربه الحاسمه اللي هو عملها نيوتن. نيوتن اكتشف من خلال التجربه الحاسمه ان الضوء الابيض اللي بنشوفه مش مجرد ضوء ابيض بسيط كده، ده مكون من مجموعه من الالوان كتيره جدا من خلال تجربه المنشور اللي احنا عارفينها كويس. والعطر ده هو منشور نيوتن اللي هيخليك تغير فكرتك عن العطور البسيطه وتشوف ان هي ممكن تكون متركبه من توليفات من تجميعات كبيره جدا ما كنتش متخيل ان هي بتكون موجوده مع بعضها. وده اللي عمله العطار المتميز جدا كوينتن بيش وهو بينفذ العطر ده او هو بيعمل التوليفه بتاعته. ما كانش بيعمل مجرد عطر، كان بيعمل قانون جديد للجاذبيه، بس بدل ما يسحب الاجسام للارض قرر يعمل عطر حتمي. ريحه اول ما تشمها تحس ان مفيش قدامك مفر غير انك تنجذب ليها، بالظبط زي ما التفاحه ما كانش قدامها مفر غير ان هي تقع قدام الجاذبيه في حضن الارض. خلينا مع بعض نفتح العطر. طبعا هتقعد تقول لي هنعمل انبوكسنج في الاخر. هي عينه، هي مجرد تقسيمه 10 مللي. بجد شكرا للناس اللي بتبعت العينات الصغيره دي انها بتحافظ عليها. الاهتمام ده بجد اهتمام كبير جدا يا جماعه من الناس اللي بتعمل باكجينج لمجرد اخيرا وصلنا. خلونا نشم العطر مع بعض. اكتر عطر انا تقريبا متحمس ان انا اجربه اكسبيرمنتم كروشس اي دي بي من شركه ايتا ليبر دو اورانج. لا الف الفرنساوي ما عنديش، هم حاميني. جو سوي تي كونتون. والكيسه طلعت، هي دي الجمله الوحيده اللي انا فاكرها. انا سعيد ان انا ببعت لك ان انا بكتب لك الخطاب ده اللي كنا بنكتبه في اول الخطاب. خلونا نرش العطر مع بعض ونقول بسم الله. اول ما بترش العطر بتحس بلسعه منعشه جدا من التفاح الاخضر، مش لوحده، معاه توابل دافيه. عارف السكر في الكاتشب ما بتحسش بطعمه. عارف لما بيقول لك احنا هنعمل بط بالبرتقال، لما بيقول لك احنا في كنافه لا مش بالمانجا، بالمانجا دي بتكون في كنافه بالجبنه. الجبنه هنا دخلت ادي وظيفه. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ انا بقول لك الكلام ده عشان اقول لك ان التوابل الموجوده هنا هو خد الحته بتاعه التفاح، بس الحته مش المسكره، الحته الناشفه، او نقدر نقول الزهره او البتله بتاعه التفاح، لو ينفع نقول الورقه بتاعه التفاح، بحيث ان هي مش مايعه كده، مش هاديه. لا هو عمل ايه بقى؟ ودي النقطه اللي انا قلت لك عشانها مثال السكر مع الكاتشب والبرتقال مع البط، القراصيه لما رحنا المغرب مع الفراخ. هي دخلت ادي وظيفه عشان ياخد الطابع المرمل بتاع التفاح ويخلي عطر مش مجرد ريحه تفاح بس منعشه كده، لا ده عطر له شخصيه قويه من اول لحظه. قبل ما ندخل على قلب العطر لازم نشكر او لازم اشكر فيلسوف العطور الفنان الرائع احمد سمير، لان هو اول حد اتكلم عنه. وخلي بالك العطر ده في ناس كتير بتقعد وقت طويل قوي على ما توصل له، او على ما تجرب حاجات كتير وبعد كده تبتدي انها توصل له. انا النهارده ثالث يوم استخدام اكسبيرمنتم. انا عايز اشكرك، سجلت عليه حلقه وشكرتك فيها اكيد، بس هي لسه ما نزلتش. بجد حاجه مميزه جدا، عطر رائع الحقيقه، لان ده عطر يعتبر عطر نيش مميز جدا. بس انت عشان حبيبي جبته لك دلوقتي فظبطني بقى واعمل لايك وشير وكل الحاجات الحلوه دي. ايوه انا مستنيك، انزل اعمل كده. عملت؟ طيب ماشي، انا هصدقك. احمد سمير اول حد يتكلم على العطر ده وانا بجد بشكره. العطر فعلا مميز قوي. دلوقتي بدا العطر يهدى شويه وبدا يظهر رائحه ورود اللي مش عارف اوصفها افضل ما هو وصفها، ان هي مش ورقه الورد قد ما هي ممكن تقول البتله، او مش البتله، وانت طالع على الورده كده قبل ما توصل الاوراق، الجزء اللي حواليه. هحاول احط لكم نسيت اسمها، بس هو مش ورد ناعم، ورد ناعم خالص حريمي. هو ورد حاد وعصري جدا، مش قديم، ما يعتبرش حاجه قديمه بتاع زمان، ومش حريمي. هو حاد جدا، وتحس ان هو اكنك بتشم الورد ده في وسط غابه خشبيه. يعني ايه، كل حاجه متنشفه، مفيش حاجه مسكره خالص بشكل واضح، مفيش حاجه ناعمه او مايعه قوي. هو واخد النعومه بتاعه التفاح والنعومه بتاعه الورد ومنشفها ومقويها ومخشنها شويه بشكل الكمون منشف التفاح، الخشب منشف الورد. سر جاذبيه العطر ده هو نوته خشبيه عندهم اسمها اكيجالا وود. انسى بقى الاسم وتخيل خشب فخم جدا بتشمه
وكانه متبل بالفلفل ومعاه الباتشولي طبعا. بكل بساطه عطر اكسبيرمنتم كروشس هو عطر يجمع ما بين انتعاش التفاح، حده الورد، قوه الخشب. عطر للناس اللي مش عايزه تشم ريحه عاديه ومكرره. في النهايه احب اقول لك ان اكسبيرمنتم مش مجرد عطر، ده تحدي لحواسك. دي هتثبت لك ان الجاذبيه مش مجرد قانون اخترع نيوتن، ولكنه ممكن يتجسد في عطر يجذبك ليه. التفاح والورد والخشب عاملين توليفه مع بعض مختلفه تماما. ده كان فيديو انطباعات اوليه، هنجرب العطر، هخرج بيه، هبتديه، اجربه زي ما احنا متعودين فتره كويسه عشان اقدر احكم عليه وعلى ثباته وفوحانه، رغم ان انا عارف وسمعت كتير من المراجعين يتكلموا عليه واكاد اكون مصدقهم في كل الكلام عليه ان هو عطر وحش في الاداء. بس خلينا نجربه ونشوف توظيفه هيكون عامل ازاي. اشكركم جدا على المشاهده. دي كانت مجرد تجربه اولى او انطباعات اولى لعطر اكسبيرمنتم كروشس. ما تنساش تعمل لايك زي ما قلنا لان ده فعلا بيساعد. اكتب لنا كومنت وقول لنا رايك، هل جربت عطر زي ده قبل كده؟ ولو عجبك الفيديو اعمل شير. ودمتم دائما متعطرين. اسال الله ان يعطركم في الدنيا بذكره وفي الاخره بجنته. والسلام عليكم ورحمه الله.